اخويا وحبيبي المغربي، فيديو جديد من قناتكم كريم المغربي. عندي لكم بعض الكواليس وموضوع القبض على مدرب المنتخب الوطني حسام حسن بعد التصريحات الكارثيه اللي عملها امبارح. من وجهه نظري انا كواحد مصري ما هي الا تصريحات خرافيه، تصريحات لا تمت للواقع باي صله. واحد مدرب للمنتخب الوطني فشل ذريع امبارح امام المنتخب السنغالي، فطالع بينتقد مين؟ ينتقد الجمهور. علاقة الجمهور المغربي، كل احترامنا وتقديرنا للناس المغاربة. لما قلت وقعدت اتكلم من هنا للسنة اللي جاية، لما قعدت اقول اي واحد لا يمثل سوى نفسه، مدرب المنتخب الوطني لا يمثل شعب مصر. كلنا محبين وداعمين لاخواتنا المغاربة في كل مكان. كل المغرب او كل الشعب المصري داعم ومحب للمغرب، ومصدقين ان المغاربه كانوا بيساعدونا في ماتش جنوب افريقيا، والمغرب كانوا بيساعدونا في ماتش بنين، والمغرب كان متواجد معاك في جميع المباريات اللي انت كنت مشارك فيها في البطوله. حتى المباراه دي كنت الجماهير المغربيه مساعداك ومعاك بكل قوه، لكنك تخسر بسوء اداره وسوء مستوى من بعض اللاعبين. ولا اقول تحكيم ما عملش حاجه، احنا ما اديناش فرصه للحكم ان هو يظلمنا. احنا ما كناش موجودين في اللقاء قولا واحدا، احنا ما كناش موجودين. فالتصريحات الكارثيه اللي ادلى بيها من وجهه نظري المختل، اللي طالع يهاجم في اخواتنا، طالع يعني عايز يقطع علاقات بين مصر والمغرب. لن تستطيع. المغرب ومصر يعني دولتين في قلب واحد او قلب رجل واحد. كل الدعم لاخواتنا المغاربه. المصريين امبارح كانوا يشجعوا المغرب بعد الخروج من دور قبل النهائي. كنا نتمنى طبعا ان احنا نكمل في البطوله، نفضل مستمرين في البطوله، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كنا نتمنى طبعا المغرب امبارح تفوز، وكل المصريين كانوا مشجعين وداعمين لاخواتنا المغاربه علشان يكون في منتخب عربي مكمل البطوله، منتخب عربي مستمر في البطوله لحصد اللقب. وده ان شاء الله باذن الله اللي هيعمله اخواتنا المغاربه. بونو لو قعدت اتكلم عليه من هنا لبكره مش هكفيه ومش هوفيله حقه. بونو يا ساده بعيد تماما 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 عن اي لاعب تاني او اي حارس مرمى تاني. بونو ده اسطوره من اساطير القاره الافريقيه، لن ياتي مثله. يعني كنت ممكن اشبهه زمان بعصام الحضري، لكن التصديات الاعجازيه اللي عمال يعملها بونو، لا هو بيتهيألي تخطى عصام الحضري بكتير. بونو في حته بعيده تماما تماما عن اقرب منافسيه. بونو في حته بعيده تماما يا ساده. بونو ادالنا امبارح مثال في كيفيه لعب او كره القدم. المغرب امبارح ادونا درس امبارح في كره القدم، سواء المغرب، الجمهور المغربي، كل التنظيم المحترم جدا. لكن عايز اتكلم وقف عند لقطه بونو. بونو اتحرك في اتجاه طبعا اليسار على اساس اللاعب هيلعبها في الزاويه اليسار بشكل علوي، فطلع فاللاعب راح مغير الزاويه شويه، فراح بونو بشكل يعني سرعه بديهه غير طبيعيه يفرد ايده ويجيب الكره في لقطه من وجهه نظري اعجازيه. لقطه من وجهه نظري لبونو، لا اعجازي. اللي بيقدمه بونو الفتره الاخيره يا جماعه اعجازي في كره القدم. بونو حارس عملاق، حارس يستحق اللي هو يفضل مكمل ويتكتب ويذكر اسمه في التاريخ انه افضل حارس في تاريخ القاره الافريقيه. اول ما وصل ضربات الترجيح كنا كلنا متاكدين وواثقين ان المغرب هيفوز بمين؟ بفضل بونو. بونو يعني هو اسعد امبارح الجماهير المغربيه والوطن العربي بالكامل. كل الجماهير المصريه كانت مشجعه ومحبه لاخواتنا المغاربه اللي قدموا امبارح واحده من اقوى الملاحم الكرويه الافريقيه. حاجه كده من ماتشات كانك بتلاعب الارجنتين وفرنسا، حاجه كده من ريحه كاس العالم. الماتش امبارح بين المغرب ونيجيريا لا في حته بعيده تماما تماما تماما. والمغرب ان شاء الله باذن الله هيفوز باللقب امام المنتخب السنغالي. المنتخب النيجيري اقوى بكتير من المنتخب السنغالي قولا واحدا. فانك تكسب مباراه نيجيريا طبعا فوز صعب، كنت تقدر تكسب في الوقت الاصلي من المباراه، ولكن قدر الله ما شاء فعل وربنا كتبها لك في ركلات الترجيح بفضل بونو وبفضل الجماهير اللي كانت موجوده في المدرجات اللي ماليه الاستاد بشكل يعني حافل، بشكل محترم جدا جدا جدا. كل الدعم والتحيه والتوفيق والتقدير لاخواتنا
المغاربه في كل مكان، وان شاء الله باذن الله البطوله مغربيه، وديما مغرب زي ما بنقول، ديما مغرب، وان شاء الله البطوله ستكون من نصيب اخواتنا المغاربه علشان نفرح باللقب التاني، يكون التانيه الذهبيه بعد التألق، وبعد ما بقوا رابع عالم ان شاء الله يكونوا يفضلوا في التصنيف الاول افريقيا. التصنيف العالمي يا جماعه اللي الفيفا بيتنزله كل شهر، المغرب الاول افريقيا والاول عربيا قولا واحدا بلا منافس، بلا منافس. كل الدعم لاخواتنا المغاربه، وان شاء الله باذن الله يفضلوا مكملين وياخدوا اللقب الاغلى، اللقب الاغلى في البطوله الاغلى والاحلى في القاره الافريقيه، بطوله افريقيا 2025 2026. وباذن الله ملف بطوله افريقيا 2028 برضه يكون في المغرب، لانها بلد تستحق مع الملك المحترم جلاله الملك محمد السادس كل الاحترام والتقدير لاخواتنا المغاربه في كل مكان. ونكتفي. اتمنى لو الفيديو نال اعجاب حضراتكم ما تنسونيش باللايك، الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم.